بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم مع حل أسئلة كتاب المدرسة من صفحة 106 إلى صفحة 109 على قناتكم المفضلة، قناة اللغة العربية الشاملة، أستاذ شعبان أحمد. الدرس الأول: نص الاستماع. البيروني: عطاء بلا حدود. إذا ذكر العلماء الذين رفعوا لواء المعرفة وتقدموا بالعقل الإنساني نحو آفاق بعيدة، جاء اسم البيروني في الصفوف الأولى، فهو عالم موسوعي قل أن يجود الزمان بمثله، جمع بين دقة الملاحظة وعمق التفكير وسعة الاطلاع. البيروني هو أحد العلماء الكبار الذين يتميز بهم العصر الذهبي للحضارة العلمية العربية. يقول عنه أحد المستشرقين إنه أكبر عقلية علمية في التاريخ، وإنه من أضخم العقول التي ظهرت في العالم، وإنه أعظم علماء عصرهم ومن أعظم العلماء في كل العصور. ولد في خوارزم، وتفتحت مداركه منذ صغره على حب العلم، حتى لقب بأبي الريحان، إشارة إلى نبوغه في علم النبات وبراعته في وصفه وتحليله. ومن أبرز ما يثير الفخر في سيرته أنه كان سابقا لعصره، فهو أول من قال بخاصية جذب الأرض للأجسام نحو مركزها قبل أن يعلن نيوتن بعدة قرون بعد قرون قانون الجاذبية الشهير. كما توصل البيروني إلى قياس محيط الأرض بدقة مدهشة في زمانه، وأسهم في تحديد خطوط الطول ودوائر العرض، وأسهم في وضع القياسات الفلكية والرياضية لتحديد المواقع والاتجاهات، وهي الأسس العلمية التي يقوم عليها نظام تحديد المواقع العالمي GPS، الذي يعتمد على شبكة الأقمار الصناعية لحساب موقعك بدقة واستخدام إحداثيات خطوط الطول ودوائر العرض. ثم قام بتعيين الجهات الأصلية وتحديد فصول السنة بدقة، وقام أيضا بقياس طول السنة على وجه دقيق، ودرس كسوف الشمس وخسوف القمر والفرق بينهما، ولم يقف عطاؤه عند هذا الحد، بل قدم إسهامات عظيمة في الطب والصيدلة وعلم النبات، فاستحق أن يظل أثره خالدا في ذاكرة الإنسانية. وقد أدرك العالم قيمة هذا الرجل العظيم، حتى إن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أطلقت اسمه على فهوة على سطح القمر تكريما لعطائه العلمي وإسهامه في علم الفلك. أليس ذلك دليلا ساطعا على أن علماءنا كانوا مشاعل نور أضاءت دروب البشرية؟ وهنا يبرز واجبنا تجاه علمائنا. ما واجبنا تجاه علمائنا؟ أن نتعرف سيرتهم ونستحضر إنجازاتهم لنستلهم منها العزم والإصرار، ونغرسها قدوات حية في نفوس أبنائنا. إن معرفتنا البيرونية ليست مجرد اطلاع على تاريخ مضى، بل هي اعتزاز بجذورنا ورغبة في بناء مستقبل يليق بأمتنا. أولا نأتي إلى الحلول. بعد كده بيقول لك: استنتج فيما يلي الفكرة الفرعية للنص المسموع. الفكرة الفرعية الأولى: رقم 1، مكانة البيروني العلمية بين العلماء، واعتباره من أعظم العقول العلمية في التاريخ. الفكرة الفرعية الثانية: نشأة البيروني وحبه للعلم منذ صغره. الفكرة الفرعية الثالثة: إنجازات البيروني العلمية في الجغرافيا والفلك والفيزياء.
الفكرة الفرعية الرابعة تقدير العلماء أو العالم له، وواجبنا تجاه علماء الأمة والاعتزاز بهم. بيقول لك هنا أكمل الجدول على ضوء النص المسموع، فاستحق أن يظل أثره خالدا في ذاكرة الإنسانية. الدليل على ذلك ذكر إنجازاته العلمية في عدة علوم، بيان سبقه العلمي ودقته في الاكتشافات. 2. حتى إن وكالة ناسا الفضائية أطلقت اسمه على فوة على سطح القمر تكريما لعطائه عرض مكانته. الدليل عرض مكانته العالمية وذكر إسهاماته في علم الفلك، والتأكيد على تقدير العالم له. بعد كده بيقول لك حدد المهارات العقلية التي اتصف بها البيروني. أول حاجة دقة الملاحظة، عمق التفكير، التحليل العلمي، سعة الاطلاع. بعد كده بيقول لك كيف يرى العالم البيروني على ضوء أقوال المستشرقين. يرونه أنه أعظم علماء عصره، من أكبر العقول العلمية في التاريخ. العقول العلمية في التاريخ، من أعظم العلماء، من أعظم العلماء في كل العصور. رقم 3 علل لماذا لقب البيروني بأبي الريحان. رقم 3 لأنه برع في علم النبات وأبدع في وصفه وتحليله، وتحليله. رقم 4 أبين ما واجبنا تجاه علماء العرب. أول حاجة التعرف على سيرهم. 2 استحضار إنجازاتهم، بعد كده الاقتداء بهم، غرسهم قدوة في نفوس الأجيال القادمة. بعد كده حدد قيما أعجبتك في النص وبين سبب إعجابك بهم. حب العلم، الاجتهاد والمثابرة، ثلاثة الاعتزاز بالعلماء. حب العلم
لأنه أساس التقدم والنجاح. الاجتهاد والمثابرة لأنه أوصل البيروني إلى هذه المكانة. الاعتزاز بالعلماء لأنه يعزز الهوية والانتماء. بعد كده استمع إلى الفقرة الثانية ثم أجب. ما إسهامات البيرونية في مجال الجغرافيا؟ في الجغرافيا قياس محيط الأرض. عمل كمان تحديد خطوط الطول ودوائر العرض. مجال الفيزياء القول بجذب الأرض للأجسام نحو مركزها. ده كان تمهيدا للجاذبية الذي سبق به نيوتن. في مجال الفلك دراسة الكسوف والخسوف. تحديد الفصول. قياس طول السنة. دلل على علاقة البيرونية بالتوصل إلى نظام الGPS أنه أسهم في تحديد خطوط الطول ودوائر العرض، ووضع القياسات الفلكية والرياضية لتحديد المواقع والاتجاهات، وهي الأسس التي قام عليها نظام GPS. بعد كده بيقول لك ما الظواهر الطبيعية التي درسها البيروني؟ كسوف الشمس وخسوف القمر. ما المعنى الذي أضافته عبارة في زمانه؟ تدل على صعوبة الإنجاز مقارنة بوسائل ذلك العصر، مما يزيد قيمة إنجازه. ذكر في النص اسم نيوتن، فما علاقة ذلك؟ هنقول نيوتن وضع الجاذبية، والبيروني سبق إليه بفكرة جذب الأرض، جذب الأرض لمين؟ للأجسام. بعد كده بيقول لك أبين الحقيقة من الرأي فيما استمعت إليه. الحقيقة ولد البيروني
في خوارزم درس الكسوف والخسوف. درس الكسوف والخسوف. 3 حدد خطوط الطول ودوائر العرض. هنا الآراء البيروني من أضخم العقول، 2 من أعظم العلماء في كل العصور، أعظم عقل علمي في التاريخ. فهو عالم موسوعي الوصف، عالم شامل في عدة علوم، كان سابقا لعصره، توصل لأفكار قبل زمنه بقرون. الدليل إسهاماته في الجغرافيا والفيزياء والفلك. 2 فكرة الجاذبية قبل إسحاق نيوتن. بعد كده بيقول لك بقى هنا عبر بطلاقة. وهنا يبرز واجبنا تجاه علمائنا أن نتعرف سيرتهم ونستحضر إنجازاتهم لنستلهم منها العزم والإصرار ونغرسها قدوات حية في نفوس أبنائنا. ما واجبنا تجاه علمائنا؟ واجبنا تجاه علمائنا لا يقتصر على مجرد معرفة أسمائهم، بل يجب أن نغوص في سيرهم ونفهم إنجازاتهم، لأنهم قدموا للبشرية علما نافعا. وعندما نتأمل حياة البيروني ندرك أن النجاح يحتاج إلى صبر واجتهاد، ولذلك ينبغي أن نجعلهم قدوة لنا ونغرس حب العلم في نفوسنا وفي أبنائنا. بعد كده بيقول لك هنا استمع إلى النص ثم أجب. النص اللي معانا بيتكلم عن الدكتور فاروق الباز. العلم نور يضيء دروب الأمم، والرجال العظماء يتركون بصمتهم في مسيرة الحضارة. ومن بين هؤلاء البارزين يلمع اسم الدكتور فاروق الباز الذي رافق خطوات البشرية إلى سطح القمر. لقبه رواد الفضاء بالملك وسيد القمر. ولد في 2 يناير 1938، ويرجع أصل عائلته إلى قرية طوخ الأقلام بمدينة السنبلاوين، وهي إحدى مدن محافظة الدقهلية. درس تضاريس القمر وباطن الأرض، وترأس فريق التخطيط الجيولوجي لرحلة المركبة أبولو 11 للهبوط على سطح القمر سنة 1969، وترك بصمة كبيرة في عالم الجيولوجيا الاقتصادية. فعندما يعود المرء من سفر أو الرحلة فعادة ما يشحن معه هدايا وكماليات وأجهزة، إلا أن فاروق الباز الذي شحن معه بعد عودته إلى مصر من أمريكا 4 أطنان من الصخور ليدرس عليها للطلاب. فالعلم في نظره هو أساس التقدم والرقي، والإنسان الذي يعمل بعزم وولاء بقدر استطاعته سينجح في حياته. والأهم للنجاح عنده أن يحترم الإنسان نفسه ويثق بها، ولا يأتي ذلك إلا بتحصيل أكبر قدر من العلم خدمة لنفسه ووطنه. دخل فاروق الباز تاريخ ناسا من أوسع أبوابه، وقاد رواد الفضاء الأمريكيين على سطح القمر ودربهم على مواقع الهبوط، حتى قال أحدهم في رحلة أبولو عندما وطأت قدمه سطح القمر: أشعر أنني جئت إلى هنا من قبل بعد تدريبات الملك فاروق الباز وإرشاداته لي. أجب عن الأسئلة الآتية. استنتج الفكرة الرئيسية والفكرة الفرعية حسب ورودها في النص.
أولا، الفكرة الرئيسية إبراز مكانة فاروق الباز وإنجازاته العلمية ودوره في خدمة البشرية. الفكرة الفرعية الأولى، أهمية العلم ودور العلماء في تقدم الحضارة. الفكرة الفرعية الثانية، نشأة فاروق الباز وحياته وبداياته. الفكرة الفرعية الثالثة، إنجازات فاروق الباز العلمية ودوره في رحلة أبولو 11. رقم ب، فاروق الباز الرجل الذي رافق خطوات البشرية إلى سطح القمر لقب بالملك لأنه درب رواد الفضاء وحدد لهم مواقع الهبوط. عندما قال أحد رواد الفضاء: أشعر أنني جئت إلى هنا من قبل بسبب تدريبه، وهذا يدل على مهارته الكبيرة. ما الدور الذي قام به فاروق الباز في رحلة أبولو؟ ترأس فريق التخطيط الجيولوجي رحلة أبولو 11، درب رواد الفضاء وحدد مواقع الهبوط، وترتب على ذلك نجاح الهبوط على سطح القمر وثقة رواد الفضاء في تدريباتهم. من الحقائق التي وردت في النص مولده، حيث ولد في الدقهلية سنة 1938. شارك في برنامج ناسا. ترأس فريق التخطيط لرحلة أبولو. الآراء: لقب بالملك وسيد القمر. من الآراء: العلم أساس التقدم. من الآراء: الإنسان سينجح إذا عمل بعزم. أكمل جدول المقارنة بين البيروني والدكتور فاروق الباز. وجه التشابه بينهما أن كلاهما عالم بارز، أن كلاهما خدم كل منهما البشرية بعلمه، ترك أثرا في التاريخ. وجه الاختلاف: عاش البيروني في العصر القديم، برع في عدة علوم، أما فاروق الباز هو عالم معاصر تخصص في الجيولوجيا وشارك في اكتشاف القمر. جوانب القدوة في كل منهما: حب العلم، الاجتهاد، التفكير العميق. أما الدكتور فاروق الباز: الإخلاص في العمل، خدمة الوطن، الثقة بالنفس. أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.